أبو قحافة حينما رحل النبي صلى الله عليه وآله كان في الطائف، ما كان في المدينة، وكان عمره في ذاك الزمان في ذاك الوقت 97 سنة حوالي، على ما يذكر بعض المؤرخين، طاعن في السن. تقول الرواية: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وبويع لأبي بكر، فكتب ابنه إليه كتابا، لأن كان في الطائف وهو من المدينة، بعث إليه كتاب. شوفوا المسلمين، حتى هاي الرواية اللي أذكرها حقيقة تكشف عن مدى الخسران الكبير الذي وقعت به الأمة بعد رسول الله. لاحظوا، كتب له كتابا، أبو بكر أرسل هذا الكتاب علما لأبيه، بعد أقرب الناس إليه، من خليفة رسول الله إلى أبي قحافة: أما بعد، فإن الناس قد تراضوا بي، فإني اليوم خليفة الله، فلو قدمت علينا، يعني لو تجي إنا، كان أقر لعينك. كل الكتاب هذا مجموعة سطرا. فلما قرأ أبو قحافة الكتاب، الرسول وصل إلى أبي قحافة، فتح الكتاب، قرأ أبو قحافة الكتاب، قال للرسول: ما منعكم من علي؟ الرسول قال هو حدث السن. بعد هاي الحقيقة هنا، مو في الأول، الحقيقة في الثاني: وقد أكثر القتل في قريش وغيرها. يعني حقد. هاي وثيقة تاريخية هذه لمن يريد أن يحقق. وأبو بكر أسن منه. هاي وثيقة ثانية، اللي أبو بكر لو كان عنده فرد فضيلة أخرى لذكرها، ما ذكر إلا هذه، أن ميزة أبي بكر شنو هو؟ أنه أسن من علي. لو كان عنده سابقة في جهاد، لو كان عنده سابقة في دين، لو كان عنده علم في القرآن، لو كان عنده من الفضائل لذكر، وهو في مقام شنو؟ بيان التمايز، المفروض يذكر مناقبه، ما ذكر. كل ما ذكره أنه أسن من علي. قال أبو قحافة جوابا علما للرسول: إن كان الأمر في ذلك بالسن، فأنا أحق من أبي بكر. لقد ظلموا عليا حقه، وقد بايع له النبي صلى الله عليه وآله وأمرنا ببيعته. يعني القضية شنو؟ من الواضحات، من المسلمات، حتى الناس ينتبهون. السياسة حينما تريد تصنع من الزيف، تسوي إلى فرد واقع، شلون تصنع من الزيف واقع، وشلون الواقع تسوي شنو؟ مخفي. ثم ما اكتفى أبو قحافة بمناقشة الرسول، كتب كتابا جوابا لأبي بكر. كتب له هكذا: كتب إليه من أبي قحافة إلى ابنه أبي بكر:
أما بعد. هنا شوية انتبهوا. قلت أنا كتاب أبي بكر قد كان سطرين بس قرأت عليكم، بس يبدو أبو قحافة كان أذكى من ابنه وأكثر التفاتا وانتباها، فكتب إليه: أما بعد، فقد أتاني كتابك فوجدته. فد وصف شديد، ما راح أقول أنا هذا الوصف. فوجدته ينقض بعضه بعضا، ينقض بعضه بعضا. هو سطرين كتب لها، بهالسطرين 3 تناقضات أكو. يشير إلهن منه أبو قحافة. مرة تقول خليفة رسول الله، ومرة تقول خليفة الله، ومرة تقول تراضى بي الناس. شلون تستمع هذه؟ وهو أمر ملتبس أو ملتبس. بعدين يقدم إلى نصيحة. أبو قحافة ينصح أبا بكر، قال له: فلا تدخلن في أمر يصعب عليك الخروج منه غدا. يبين أن أبا قحافة يعني والده كان أحرص منا على القضية، ويكون عقباك منه إلى النار والندامة وملامة النفس اللوامة لدى الحساب بيوم القيامة. فإن للأمور مداخل ومخارج، وأنت تعرف من هو أولى بها منك، أنت تعرف هذا الشيء. فراقب الله كأنك تراه، ولا تدعن صاحبها أمير المؤمنين، فإن تركها اليوم إذا تتركها للخلافة أخف عليك وأسلم لك. وختم الكتاب وأعطاه إلى الرسول. في هذه دلالة كبيرة على أن القضية كانت قضية معروفة مشهورة لا تخفى على كل أحد، ورغم ذلك انقلبوا على أعقابهم. هذا النص شاهد على عدة حقائق. هذا النص أنا فقط ما يتعلق بالبحث أذكر. الأمر الأول أن الناس انقلبوا على أمير المؤمنين في العمل، حتى إذا كانوا في القول معه، ولكن في العمل شنو ما نصروه. هذا أبو قحافة واحد يقول الخليفة الحق منه والخلافة لعلي، هذا على مستوى القول، ولكن على مستوى العمل شنو؟ هذا هو اللي بعض المسلمين اليوم هم واقعين فيه. على مستوى القول يقولون نحن نؤمن برسول الله، نحن نؤمن بالإسلام، ولكن في كل يوم يخالفون شريعة الإسلام في أعمالهم، في أقوالهم، في تصرفاتهم، في سلوكياتهم. العصيان غالب الآن على بعض الناس. الأمر الثاني أن المصالح الدنيوية هي التي كانت وراء موقف الجماعة في أخذ الخلافة، مو مسألة دين ولا مسألة نبوة، بدليل أن أبا قحافة هو نفسه قدم نصحا لابنه، قال له: وراك النار. إذا كان موقف الابن، إذا كان موقف الولد لأجل